كابتن مصطفى الصياوي المدير الفني لفريق بلطيم، نقول اخر سداد بلطيم للاسبوع الثاني من الدوري القسم السادس. والله الحمد لله رب العالمين. انا بقالي حوالي 15 يوم ماسك فرقه بلطيم، والكلام اللي انا هقوله اللي جاي مش تبرير ولا حاجه، لا انا داخل على فرقه فيها حوالي 13 14 لعيب. بقيه اللعيبه ما بتجيش خالص وناس متأيده واخدت الفلوس وما بتحضرش. وحتى في التدريبات لما بلغني انهم كان بيحضر 2 3 لعيبه او 2 أو 3 بالكتير. فانا داخل على مهمه صعبه جدا، بشتغل بدني ومهاري وخططي، وده يعني ايه تضحيه مني جامده يعني، لكن ان شاء الله خير. ولعبنا مباراه، اول مباراه رسميه مع الحمول على ارض نادي بلطيم، وكنا اقرب للفوز بشهاده الجميع، حتى بشهاده مدرب نادي الحمول. وان شاء الله باذن الله بحاول اجيب 4 صفقات، واحده في القايمه و3 استبدال، انهم ان شاء الله نقدر نواصل بهم المسيره ان شاء رب العالمين. بعد اول لقاء ويعتبر 3 4 تمارين، نقول ابرز اللعيبه المميزه داخل نادي بلطيم. والله في مجموعه كويسه حقيقه يعني عندي محمد حسن الشربي، محمد الزعبل، وعندي محمود اشرف ديفندر، والزعبل ده مساك. عندي محمد عبد القادر حارس مرمى كويس قوي. عندي احمد العباسي مساك، يعني اول مباراه رسميه بيلعبها في القسم الثالث، رائع مساك كويس قوي. عندي ديفندر محمد سلامه كويس. عندي كابوريا كويس الحمد لله. عندي باك ليفت ايمن نجيب من شبين كويس. عندي مجموعه كويسه، لكن هما بنقصهم بس ايه الناحيه البدنيه والناحيه الخططيه بس، مش اكتر يعني. كابتن اللقاء القادم عندك مين؟ ان شاء الله راح المحموديه باذن الله، وبعد كده باي راح اسبوع. نقول ملعب بلطيم يعني كان الكل اشتكى منه. هو ملعب معمول جديد، وهو ملعب يعني ايه، وفي ملعب كتير جدا. ملعب ست سالم انا كنت ماسكها السنه اللي فاتت، ملعب برضه زيه شبيه بيه، لكن اللجنه اقرته، فانت هتعمل ايه يعني؟ يعني ما فيش اماكن وما فيش ملاعب، ومصر كلها ما فيهاش ملاعب. لذلك اما تيجي تلاحظ في الدول الاوروبيه، شوفوا الباص، شوفوا التسليم والتسلم بيبقى عامل ازاي بسبب الملعب، شوفوا اللعيبه بتطلع كويسه ازاي بسبب الملعب. مصر كلها ما فيهاش ملاعب كويسه، مش بلطيم بس. كابتن واحنا في بدايه العام الجديد وبقى 13 يوم على سيره الدستور، نعمل الدستور ولا لا؟ ده نعم ونص وفتوى وفتله، واللي ما يقولش نعم يبقى انسان حاقد وانسان مش كويس. لازم البلد تمشي، كفايه وقف الحال اللي احنا فيه. كل اللي معاه فلوس صرفها، والناس حال الدنيا واقف. عايزين الدنيا تمشي، وعايزين زي ما السياحه مشت، وعايزين التجاره تمشي، وعايزين الكوره تمشي. ده 5 6 مليون، 5 6 مليون، عارف يعني ايه؟ ده اقتصاد، ده السياحه لوحدها، ده الكل بينتعش. انا لما باخد فلوس واللاعب بياخد فلوس بيروح يشتري من هنا ويشتري هنا ويشتري هنا، والتاجر بيروح يجيب، الدنيا بتمشي. انما هنقول لا ايه ده دستور رائع وهايل كمان. اخد من كلامك ان المتضرر الوحيد من الاوضاع في مصر هو الرياضيين. اكيد اكيد، وكل العاملين بالدوله والتجار كله. كل مصري عنده مشروع، عنده مصنع، عنده محل، سياحه، رياضه، الكل الموظف متضرر. ما لو الدنيا ماشيه الموظف هياخد مكافآت وهياخد حوافز انما كل الدنيا كلها متضرره. في نهايه لقائنا كابتن مصطفى بوجه رساله للاعبي بلطيم قبل لقاء المحموديه القادم. بقول لهم ان الرساله دي لجميع لاعبي مصر والدول العربيه، لان احنا شعب كسول شويه غير الدول الاوروبيه. ودايما انا لما امسك اي فرقه اقول الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام، ده اساس النجاح. غير كده مفيش نجاح في اي عمل، ان كان كوره او غير كوره.